الانتخابات الرئاسية القادمة حمل همامي نعرفوه الناس الكل أعلن مقاطعته هو والحزب نتاعو بالطبيعة وأنصاره لهذه الانتخابات الرئاسية. شنو رأيك أنت كمواطنة تونسية؟ أنا كمواطنة تونسية ما نكذبش عليك، مع سيد الرئيس مع قيس ما نكذبش عليك، وأنا اللي غنيت عليه قيسون ربي سونا، قيسون ربي سونا من عيونا، قيسون رئيسنا وحياتك يا قيسون حررت لنا تونس وصبحت تونس حرة وحتى واحد راه مش ياخذ بلاصتو. حمل همامي قال لك باش نقاطع الانتخابات. يقاطع ولا شهمنا فيه، انتم الكل خاسرين، رئيسنا هو الرابح. يقاطع ولا يقعد وحده ولا شكون هو اصلا شكون ملوج عليه؟ شكون لوج عليك يا ابو نعود بايت؟ فهمتني؟ هو بيده يحلم، هو يحلم اللي صغير، هو هكاك كان وكل شيء ويحب الثوره ويحب يقلب النظام ويقلب كل شيء، فهمتني؟ وباش يشد هو، فهمت؟ هذوما الكلهم هما تو هما والعروبيين والكلهم واليسار الكلهم هذيك هي حكايتهم، فهمتني؟ وقت اللي توصل الامور وكل شيء للجد، عرفش علاش للجد؟ خاطر هما ما عندهمش شكون باش ينتخبهم اصلا، حتى اذا كان عندهم شويه هكايا متابعينهم وكل شيء، فهمتني؟ اما هو راه ما عنده حد شيء وما عنده فين يوصل، وينتخبوه ولا ما ينتخبوش هو شيء هو ما بيلقاش حتى 2% اذا كان طارت. يقاطع ولا ما يقاطعش يعني شنو النتيجه؟ ولو شارك في الانتخابات الرئاسيه هو بطبيعته 0% يشارك او يقاطع، يعني شنو اللي باش يغير؟ يعني عباره عن وزن كبير حمل همامي وقت اللي قاطع هو الانتخابات الرئاسيه، حبست البلاد والشعب معناتها حارب شكون باش يصوت. قيس سعيد منتخبه الشعب اولا حاجه، قيس سعيد مش هو ديكتاتوري، هو الديكتاتوري خاطر فقع لهم الدماله، ونحن من انصار 25 جويلية، نحن اللي طلبنا الطلب شعبيا للسيد الرئيس، والسيد الرئيس يتمثل قريب باش يتمثل بالدول العالم، تو في الدول العربيه هو اللي هارب بهم، تو باش يخرج في الدول العالم بيده يحكي عليه، باش يجي يحكي عليه حمل همامي، خاطر هذاك علاش؟ خاطر قيس سعيد نحالهم الكعكه، نحالهم الكعكه، نحالهم الترافيك، نحالهم التنكيل بالشعب. هو في المقاطعه نتاعو خير على خير، هو من المستحسن انه يبعد على الانتخابات، خاطر الامثال نتاعو هو والنهضه وغيره ما فادوا حتى شيء للبلاد هذوما، خاطر اللي الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه هو معناها يد برك ما تصفقش. اما زاد قيس سعيد زاد يرحم والديه، زاد ما نجمش صلح البلاد في برشا حاجات، وقف مع البلاد في برشا حاجات، ونحن بالحق معناها تحسوا شعب معناها زوالي. كيفاش باش نفهمها لك؟ معناها اللي الناحيه اللي من النواحي نتاعهم هما انه نحن اللي حاجتنا انه اللي يصلح البلاد، هما ما صلحوش، خربوا بالعكس. يا اخي كيف يحرض الناس؟ يا اخي البلاد هذه شكون ماشي؟ يا سيدي مشى قيس سعيد على روحه يا اخو، تسمى تحريض ما شنو؟ ما صدقنا ربي نحن ارتحنا. يا اخي سيدي قيس سعيد ما عجبوش، باش يجي واحد اخر ما يعجبناش، وباش يجي واحد اخر منين نجيبه؟ ناصنا واحد، حتى كان ناصنا واحد كل المعامل الاخر يقول لك لا المعامل هذاك خايب. إذا باش نسألك كما يقول عبد الرزاق الشابي سؤال خطير، يقول سنسقط قيس سعيد ليس بالصندوق بالشارع، ما هذا تحريض انا نسمع فيه، انا وجهتني الكلمه هذيك، تو هو كان جاي يمن بالحريه، يا اخي كي يتكلم مش حر، هو كان حتى ربي راهم من الاستوديو راهم خرجوه، وحتى القناه الاذاعيه كانوا بقصوا عليه بصراحه، ما كرهمش خلوه يكمل. توا في الأنظمة الديمقراطية هم يطالبوا هما بالحرية والديمقراطية وما إلى ذلك، كيف يتم إسقاط أو إزاحة رئيس الجمهورية مش بالصندوق؟ طبعا بالصندوق، يا أخي شكون حاطه توا؟ يا أخي توا شو اسمه قيس سعيد شكون حاطه؟ ما الصندوق حاطه، يا أخي هو قال لهم أنا راني لا عندي تمويل لا عندي كذا لا عندي، قدمت راهي بشخصي بلاش حزب بلاش كذا كذا، حتى هو ما كانش راهي في باله بروحه باش ينجح جمله. كي جانا بنا ربي بالشخص هذا نظيف ومقتدر، فهمني؟ لا راجل اعمال لا كذا، هذا انسان بالقانون، شهاده بالقانون. كينا احنا تو كي نقارنوا انا الرئيس بشهاده ونحطوا حمل همام، زعما شكون نختاروا؟ حسب رايه هو. اليسار التونسي ساعة اولا مريض بعقدة التفوق على الشعب نتاعو. عادة ما هنا احنا تو الانتخابات في فرنسا اللي صارت والنتائج اللي اعطات كونه عندما تتواضع وتبان وتهبط لشعبك قد ما يعطيك الثقة شعبك.
اليسار التونسي مريض بالعقده هذه، مريض بعقده التفوق على شعبه. قيس سعيد توا من ناحيه هو يطالب بالديمقراطيه حمامي ويتصور في روحه ديمقراطي، ويطالب بازاحه قيس سعيد بخلاف الصندوق، معناها كلام ضد المنطق. عموما انا نقول الرئيس قيس سعيد كسب مشروعيته من العامل البسيط للدكتور والاستاذ الجامعي بنظافته وبثباته على المبدا من نهار اللي قدم روحه كمرشح رئاسي، ويطبق في كل ما هو مقتنع به. وعمل انصار صحيح مش منظمين في حزب، اما انصار كل حال ينجموا يدافعوا عليه، قاعده شعبيه من الاطياف الكل. توا ونستغرب محمد الهمامي يلتقي مع حزب الدستور في الكلام هذا، مع عبير موسي التجمعيه السابقه، بمعنى عبث في تونس، عبث سياسي لا اكثر ولا اقل. علاش يعني فيها الشيء هذا؟ لا قيس سعيد معنا ما نقولوا فيه انسان نظيف وانسان يعني نقول لك ذو كفاءه، واحنا نعتزوا به، يعني نقول لك كرئيس حتى باش يشد مدى الحياه مش حتى الواحد، وهذيك هي تو شنو الحكايه. شنو اللي نعتزوا به؟ يعني نقول لك ما نسقطوه واش روى عليه؟ ما روى عليه حتى شيء، انسان نزيه يخدم قاعد معناها الفساد ينحي فيه، وما نجمش نقول لك اكثر من هكا. انا مواطن معاق، هو اخويا قيس سعيد اعطاني حقي، ربي يفضله، قدمت له على دوسي نتاع فساد جبل نتاع رخام واعطاني حقي، صابر معاه كان الشعب الزوالي. قيس سعيد راه هما يتوهموا ويحبوا يحطوه ديكتاتوري، هما الديكتاتوري. كان جا ديكتاتوري سيد الرئيس نتاعنا يشرفنا والاستاذ القانون، كان جا ديكتاتوري. ما عندوش تليفون نوكيا، ما يتكيفش في الليجير، ما يشربش في قهوه في حي تظام. قولوا شنو عملت لنا انت ال10 سنين التالي؟ ما عملوا شيء. شنو اللي يعملونا 10 سنين التالي؟ 10 سنين التالي شنو اللي يعملون؟ يمكم كل رواحهم ويعيشوا لرواحهم. نحن اللي صابرين مع رئيسنا خاطر مشي في مسار اللي نحن حابين عليه 25 جويله، ويحيى تونس ويحيى قيس سعيد وغصبا عنهم. انا من العباد مثلا عندي ولاد حومتي كانت بطاله تمشي ديما المقر. هاي شنو كانوا ياخذوا في 50,000 وكانوا يهبطوا للبلاد ويعملوا في المشاكل ويعملوا في الشوش. من بعد خويا عباد توا فما برشا عباد زاد في جرة قاعده ماكلتها الحبوسات. شفياش مثلا صلحوا؟ هو بالعكس يرحم والديه، معناها عمل اللي يلزموا يعملوا عملوا في البلاد. اما حاجات اخرى هما كاحزاب اخرى شيء، راهو صدقني اقسم بالله كي يعطوهم 100 سنه والله لا يفيدوا شيء في البلاد. ولا هما تو الساعه موجودين في تونس بالطبيعه هاربين. الانتخابات الرئاسيه هي بطبعها واضحه وضوح الشمس، واضحه وضوح الشمس. ليش؟ خاطرش الشعب قبل كان عنده تفكير وتوا ولا عنده تفكير. انا كمواطن تونسي قبل كانت الدوله نشوفها في واد والشعب في واد. اليوم تبدلت الفكره من 2019 حتى لتو، تبدلت الفكره، ما عادتش الشعب في واد والواد والدوله في واد. الشعب مفهومي الخاص ومفهوم اغلبيه الشعب. الشعب هو الدوله والدوله هي الشعب. اذا كانت الدوله بلا الشعب ما هيش دوله، او شعب بلا دوله ما هو الشعب. اليوم في مفهوم جديد، الدولة هي الشعب والشعب هو الدولة. ولذا السرطان الموجود عندنا في البلاد اللي تقود جبهة بما تسمى جبهة الخلاص الوطني هو سرطان متفشي في جميع الإدارات، وهو عبارة عن رمح. قبل كنا نشوف فيه رمح شدته جبهة الخلاص في الوسط، الرأس متاعه في قلب الدولة أو في قلب تونس، والخلفيه نتاعو يعني الضامه الكبيره كما نقولوا الضغط هو في الغرب، يعني الدول الاوروبيه. لذا يعني امر تم اكتشافه للشعب، وهما ما عندهم حتى وزن، ونحن ما عادش تعنينا الاحزاب. تتوا عمل حزب العمال وهو ما خدمش. تتوا كيفاش هو رئيس حزب العمال وهو عمره ما خدم ولا شد كار ولا شد محطه نتاع كار ولا شد مثلا ولبس مظله ويستنى في الكار ويستنى في الترام ويستنى في ما عنده شيء. هو ما تجربهمش، هذايا ما تجربهمش، ما خدمش.
وعامل روحه حزب العمال. شنو واش حبوا حزب العمال؟ حزب العمال بالتيتري هكاكا وبرا هاكا حزب العمال زعما حزب العمال نتاع فرنسا ولا نتاع انجلترا.